الهلال في تاريخ الأرقام وفي أرقامه التاريخية سواء، يعني احنا نبغى نسأل ما هو جيل الهلال الذهبي؟ يعني هل هو جيل صالح النعيمة أو ما سبق، أو جيل يوسف ثنيان وسامي الجابر، أو جيل نواف التمياط والشلهوب، أو اليوم جيل سالم؟ يعني صراحة صعب سؤال، أنا أعتقد أنه أصعب سؤال يطرح على القنوات الرياضية. ما هو الجيل الذهبي للهلال؟ أي نادي آخر ممكن تلقى له جيل ذهبي إلا الهلال، جميع أجيال الذهب بصراحة. نقطة مهمة، الهلال سبق الجميع في الأرقام، والأرقام لا تكذب، وكل فريق حقق منجز يستحق أن نشيد به. يعني بمعنى الدوري الثامن، أقرب منافس الهلال هو النصر، حقق 8 دوري، فيما الهلال حقق 16 دوري. النقطة المهمة، النصر حقق الدوري الثامن في 2019، الهلال حقق 8 دوري للهلال في 1998، يعني قبل هذا العام، قبل 2019 ب 21 عام. شاهد الفارق والبون الشاسع. كذلك الاتحاد، الفريق اللي نحترمه مثل ما يحترم النصر والأهلي وجميع الأندية، حقق 7 دوري كحد أقصى، لأن الاتحاد عنده 7 دوري، حقق 7 دوري في 2009. الهلال حقق 7 دوري في 1996، قبل 13 عام، وهذه نقطة بينهم 13 عام. الأهلي الحد الأقصى لتحقيق بطولات الدوري 3 دوري، حقق ثالث دوري عام 2016. الهلال حقق ثالث دوري عام 1985. 31 عام ما بين هذا المنجز وهذا المنجز. الهلال فرق بسنين ضوئية، وهذه حقيقة يجب أن كلنا ندركها. بدل ما نهاجم الهلال بعض الإعلاميين أو يتحدثون تجاه الهلال، لا، اعملوا للوصول للهلال، ولا يعيب هذه الأندية. يعني اليوم في أسبانيا أتلتيكو له قيمته، مثل ما ريال مدريد له قيمته، برشلونة له قيمته، وكل نادي له قيمته، ولكن الزين غالي لكن الزين أغلى على قول خالد الفيصل. لذلك يجب الهلال أن ينصف وأن يعطى أرقامه. لذلك أعيد وأكرر، ألف مبروك للهلال، البطولة رقم 60 بالحسبة الواقعية، والبطولة رقم 100 بالحسبة النصراوية.